في حدث كان متوقع اسبانيا بتكسب بلجيكا، ده امر عادي كلنا كنا متوقعينه. اما انا عن نفسي بقى ما بقتش فاهم لبلجيكا دي، يعني أنا بلجيكا دي احترت لها، ما بقتش فاهم هي بتعمل ايه. بلجيكا من اول البطوله مش راسيه لها على حل، كل شويه بشكل، يعني تعمل ماتش فوق وماتش التاني ما بتجيش. تطلع السنغال رغم ان السنغال اقوى منها، تطلع امريكا في مفاجاه وتكسب امريكا باربعه، اللي هو ده جنان اصلا. وجت قدام اسبانيا ما جاتش، الاستحواذ لاسبانيا 68، 17 تسديده على الجول، منهم 10 تسديدات انسايد بوكس، مقابل اصلا ان بلجيكا كل التسديدات اللي عملتها طول الماتش 5 تسديدات. فانت النتيجه طلعت كده، فالكره خدمتك. طب ما انت شغال اهو يا عم، شغال ويجي منك، امال انت ليه مخرج جمهور ارسنال عن شعورهم؟ والماتش شاهد اصابه كورتوا، هو لازم يعني لازم يحصل حاجه كده تعكنن على جمهور ريال مدريد، ما تمشيش معانا بالحب ابدا. ويامال بياخد جايزه رجل المباراه للمره الثانيه في البطوله، رغم ان هو لعب 6 مباريات ما سجلش منهم غير جول واحد. وللمره الثانيه انا مبسوط ان الشركه ياها مش بتتعرض ويمين يامال بيستلم الجايزه. بس انا مبقتش فاهم الجايزه دي بتتاخد بناء على ايه. انا عارف نقطه تصويت الجمهور، بس مش عارف بقى اذا كان هي على الاداء اللي بيحصل في الملعب ولا الاجوال. اصل في حد اعرفه كده كل ما بيجيب جول بياخد الجايزه دي، انا مش هذكر اسمه عشان ليه شويه معرضين كتير كده، انا مش عايز صداع منهم. ورسميا احنا على موعد مع مباراه تاريخيه في السيمي فاينالز بين اسبانيا وفرنسا. فرنسا وما ادراك ما فرنسا، اسبانيا وقعت قصاد اللي ما بيرحموش. بس كده، سلام.